السلام عليكم يا شباب. دي كنيسة رومانية، احنا في جبل أبو الهوى، ودي كنيسة رومانية موجودة في منطقة جبل أبو الهوى. دي المقابر هنا بنصورها لكم، ودي كنيسة العهد الروماني موجودة في جبل أبو الهوى. طبعا مقابر النبلاء موجودة هنا، وده كنيسة، ده كنيسة من العصر الروماني، جبل أبو الهوى. ده اللي قدامك يا صديقي جبل أبو الهوى، الكنيسة دي موجودة. سواء احنا معانا هنا مقابر نبلاء كتير هنحكي عنها وأوريكم التفاصيل بالظبط عن التصميمات المقابر والنقوشات. هوريك إن كان المصري القديم استخدم إشارات ولا ما استخدمش. ده منطقة جبل أبو الهوى، الأسرة ال 12 دفن النبلاء في المنطقة دي زي ما أنت شايف كده. ده كل ده كنيسة رومانية. طبعا الكنيسة الرومانية هيت، وكانت المقابر موجودة وما تمش نهبها ولا أي حاجة، أو ممكن تكون اتنهبت وبعد كده حتى ما تمش حتى إعادة استخدامها يعني. تمام. ده شكل المقبرة اهي، وده شكل الكنيسة الرومانية اللي موجودة في المنطقة. إن شاء الله هنصور لكم كل المقابر اللي موجودة في المنطقة هنا، نعرضها لكم ونتكلم عنها بالتفصيل بالظبط، ونتكلم عن موضوع الإشارات. هل المصري القديم استخدم إشارات ولا ما استخدمش الإشارات؟ أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول.